ده ايه ده؟ دي نوتيلا سبريد بيتي اقتصادية بدون بندق، ولكن بطعم البندق الرهيبة زي اللي انت بتشتريها بالظبط. تقدري تستخدميها في جناش الحلويات، تقدري تستخدميها كمان للفطار، تقدري تستخدميها لأي حاجة انت متخيلاها، وهنعملها كمان بطريقة اقتصادية بدون بندق. اول حاجة هنحط نص كوباية من اللبن الدافي. لو عايزة الشوكولاتة او النوتيلا مش سبريد تبقى تقيلة قوي، هتخليها ربع كوباية لبن بس. هتحطي عليه ايه؟ هتحطي بنفس معيار الكوبايه دي، هتحطي فيها نص كوبايه سكر خشن، مش لازم بودر، لا الخشن حلو جدا. هنحط عليها ايه؟ هنحط عليها نص كيس من الكابتشينو. طب انا عايزه طعم بندق، هنحط ايه؟ كيس كابتشينو بالبندق. بس انا مش هحط كتير، لان انا هقول لك ايه السر اللي بيخلي النوتيلا بطعم البندق بدون اضافه بندق، من غير كيس كابتشينو ولا نسكافيه بطعم البندق ولا اي حاجه. انا بس حاطه كده حاجه عشان يدي ريحه بسيطه. هنسيبه يغلي حاجه بسيطه. بعد كده هتجيبي ب10 جنيه شوكولاته من الراجل العطار او الحلواني، او تقدري تستبدليها بشوكولاته سمدي. ده على بعضها ب23، هتحطي تلتها. سيبيها تسيح على بعضها كده، وبعد كده سيبيها على جنب تدفى. هاتي بقى الخلاط او الكبه. انا ابتديت بالكبه بصراحه، شويه خلاط شويه كبه. ابتديت بالكبه بنفس المعيار. حطيت نص كوبايه من اللبن بنفس الكوبايه، وهتحطي معاهم 3 معالق من الكاكاو. تقدري تستخدمي كاكاو كورونا العادي او كاكاو الاسباني، بس ما تكتريش من الكاكاو الاسباني عشان هيغمق لك النوتيلا قوي. هنحط عليها ايه؟ هحط الاول نص كوبايه من اللبن البودر. بس حسيت وانا بحطه كده، حسيت لا ان هو محتاج تاني. احنا طبعا بنعاير كل حاجه، انت بتعايري بنفس الكوبايه. هقول لك حسيت ليه ان هو محتاج لبن تاني. اول حاجه بقى، الحاجه اللي وريتها لكم دي حاجه اسمها اسانس بندق او روح البندق، حاجه كده بنشتريها من العطار. هو ده اللي هيديني طعم البندق وريحه البندق بشكل فظيع. تقدري تستغني كمان عن كيس الكابتشينو. هنزل عليه النسكافيه اللي انا عملته، وانا بضربه حسيت ان هو لسه سايل معايا، فحسيت كده ان هو محتاج نص كوبايه كمان من اللبن البودر. يعني انا ما بحطش لبن بودر الكوبايه كامله على بعضها، بحطها انصاص. بعد كده هتجيبي كوبايه الا ربع من الزيت، هتبداي تنزليه تدريجيا في الكبه كده، عشان خاطر بس ريحي الكبه كل شويه عشان خاطر ما تتحرقش منك. ايه بقى اللي هيخلي لي القوام كريمي وحلو؟ معلقتين من الكريم شانتيه الغير محلى، او تقدري تحطي كمان اللي بسكر، بس قللي السكر الاول. بعد كده قلبته في الخلاط، بريح شويه الكبه، اشغل شويه الخلاط. اديت بقى عشان يدي قوام جميل، حطيت معلقتين من الزبده السايحه، وفضلت بقى شويه من الخلاط وشويه من الكبه. اهم حاجه في الخطوه دي ضرب النوتيلا، مش 5 دقايق وخلاص، لا انت بتضربيها لمده 15 دقيقه بس، طبعا بتفاوت لغايه ما توصلي للقوام الكريمي اللي انت شايفاه ده. بيختلف لون النوتيلا حسب لون الشوكولاته، انت مستخدماها دارك ساده يعني ولا بلبن، وباستخدام برضو الكاكاو سواء اسباني او كاكاو فاتح. عقمي بقى البرطمانات، تغسليهم بميه سخنه ونشفيهم كويس جدا وسيبيهم على جنب. وسيبي الصوص او النوتيلا اللي احنا عملناهم لغايه ما تهدى. بعد كده حطيهم في التلاجة، بيتيها ليله كامله. انا ولادي قاعدين فوق راسي ما استحملوش غير 3 ساعات، 3 4 ساعات بالكتير قوي، وطلعتها. شايفين قوام نوتيلا سبريد حلو جدا جدا جدا. طبعا عشان انا زي ما قلت لكم في الاول، انا بحبها سبريد تبقى سايحه شويه عشان اقدر استخدمها كمان للحلويات بتاعتي. لو عايزاها شوكولاته تقيله قوي، قللي اللبن.